بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه. وتعالوا مع بعض نقول لكم قصه الخناقه الجديده. طبعا قصه الخناقه الجديده بين احمد عفيفي واحمد شوبير وسيد عبد الحفيظ وخالد الغندور. تعالوا اقول لكم ايه المشاكل او ايه اللي حصل بين ده وبين ده. تعالوا معايا نبدا بالكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا كان مع الكابتن ابراهيم فايق، اتكلم في نقاط واتكلم في كلام كتير جدا، بس جه عند نقطه قال الفينا لاعب الزمالك الجديد يشبه الكابتن خالد الغندور في اللعب بتاعه، بس قال من ضمن الكلام بس دمه مش تقيل زي الكابتن خالد الغندور. هل الكابتن خالد الغندور يسكت على كلمه دمه مش تقيل زي الكابتن خالد؟ لا، الكابتن خالد شاف ان الموضوع كبير جدا وان هو اساء ليه، على الرغم ان هي كلمه عاديه جدا ما قالش فيها اي حاجه، كلمه عاديه اي حد بيقولها، اي حد بيشوفك حلو بيقول عليك حلو، اي حد بيشوفك وحش بيقول عليك وحش. كتير جدا من اللي بتلاقي ناس كتير بتلاقي ناس بتقول عليها ان هي ناس كويسه وناس بتقول ان هي مش كويسه، عادي، موضوع رد طبيعي جدا. بس الكابتن خالد ما سكتش ولا قال ان ده موضوع طبيعي. طيب هل لو اي حد تاني غير الكابتن سيد عبد الحفيظ قال الجمله دي الكابتن خالد كان هيتكلم ولا كان هيقول حاجه؟ اكيد لا. طبعا الكابتن خالد عشان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي قال عليه كده خلى الموضوع كبير ووسع الموضوع وخلى الموضوع يركب في السوشيال ميديا، حتى نزل كلام وقال انا بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على ذوقه وادبه وبشكر كل اللي موجودين على السخريه اللي انتوا عملتوها. كمان من ضمن الكلام ومن ضمن الحديث اللي قالها الكابتن خالد الغندور نزل كلام كتير جدا، قال انا مش زعلان من الكابتن سيد او انا مش فارق معايا الكابتن سيد، زعلان من نجوم الزمالك اللي كانوا موجودين وقعدوا يضحكوا ويهزروا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. الاستغراب الشديد كان وجود مدحت عبد الهادي وطارق السيد. محمود فتح الله ما ضحكش، رغم ان محمود فتح الله ما عشانيش كلاعب كوره من زمان او لما طلع. طبعا زي ما انتم شفتوا الفيديو قدامكم ان الكابتن خالد الغندور بيعاتب اللي كانوا موجودين من نجوم الزمالك كابتن طارق السيد، وقال ان كمان الكابتن محمود فتح الله ما عاشروش وما يعرفوش عشان خاطر كده ما ضحكش او الكلام ده كله. طيب يا كابتن خالد انت ما انت دمك تقيل فعلا، يعني انت بعد كل مباراه في النادي الاهلي بتطلع وتقول الكارتي الحياه بقى لونها كارتي، ما حدش من الاهلي طلع اتكلم معاك، ما حدش من الاهلي طلع وقال عليك حاجه ولا حد اتكلم عليك، حتى انت بتقول الشركه المتحده فين وام بي سي فين واداره ام بي سي فين، ان هم ازاي يتريقوا على حد بالطريقه دي او القناه مفتوحه عشان خاطر الهزار والضحك. لا، الموضوع سهل وبسيط جدا. حد بينتقدك او حد بيقول عليك حاجه مش كويسه، اكيد في حياتك مش كل الناس هتقول عليك ان انت حلو، في ناس هتقول ان انت مش كويس وفي ناس هتقول ان انت كويس، في ناس هتقول ان انت دمك تقيل وفي ناس هتقول ان انت دمك خفيف، على الرغم ان انت مش دمك خفيف خالص، انت كلامك كله عن الاهلي وتريقتك عن الاهلي والكلام ده كله اللي انت بتقوله ما فيهوش اي حاجه، يعني ما شفناش اصلا تصريح واحد ان هو يساعد ان احنا نقول عليك دمك خفيف، يعني كل كلامك كل تريقتك بناء عن الاهلي. لو الاهلي خسر المباراه اتعادل المباراه بتطلع بعدها على طول بفيديو تقعد تتريق. طب اشمعنى النادي الاهلي؟ اما انت عندك الانديه الثانيه، عندك الاسماعيلي بيتغلب، الزمالك بيتغلب، اسمها بتتغلب، كل الانديه بتتغلب، اشمعنى بعد مباراه كل النادي الاهلي بتطلع تتكلم وتقول؟ كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا لسه ما ردش عليك اصلا في الموضوع ده، لان هو كلمه بالنسبه له كلمه عاديه اي حد بيقولها. انا من ضمن الناس انا ممكن اقولها واحنا بنقول لك انت اصلا دمك مش خفيف، دمك تقيل. تعالوا مع بعض نشوف المشكله اللي بعد كده. طبعا المشكله اللي معانا بعد كده بين الكابتن احمد شوبير وبين احمد عفيفي. ايه اللي حصل؟ طبعا احمد عفيفي طلع في لقاء قبل كده وقال ان نادي الفتح المفروض يخلي باله من جوميز عشان الاهلي هيدخل ياخد جوميز من النادي. طيب انا عايز اقول لك يا كابتن احمد عفيفي، هو جوميز دلوقتي بيدرب الزمالك عشان تطلع تقول ان النادي ده يخلي باله عشان خاطر الاهلي هياخد جوميز؟ هل الاهلي فكر ان هو ياخد فيريرا اللي عندكم؟ ما فكرش. طبعا الكابتن احمد شوبير سمع الكلام ده ما سكتش، رد عليه بفيديو او بكلام بسيط جدا. تعالوا مع بعض نشوف رد الكابتن احمد شوبير. اوعى تخلي جوميز يروح الاهلي، لانه الاهلي معروف انه بياخد المدربين من الزمالك. افتي بقى واعمل لي حدوته. ده طبعا كان رد الكابتن احمد شوبير على احمد عفيفي. طيب يا كابتن احمد عفيفي، اولا الاهلي ما عرضش على جوميز،
ثانيا الاهلي ما راحش عند نادي الزمالك، ما خدش لعيبه من نادي الزمالك عشان تطلع تحط الاهلي في الصوره او تحط الاهلي في كل حواراتك، يعني انت اغلب حواراتك بتحط النادي الاهلي فيها. طب هل الاهلي جه اشتكى لك ولا قال لك هو عايز جوميز؟ لا، النادي الاهلي لو عايز جوميز هيقدم له عرض ومش هيقرب من نادي الزمالك، لان المدرب ده دلوقتي بيدرب في النادي تاني ملوش علاقه بنادي الزمالك، ما قربش من فيريرا، ما قربش من اي لاعب عند نادي الزمالك. انا عارفك ان انت مشجع لنادي الزمالك ومنتمي لنادي الزمالك، يبقى خليك في نادي الزمالك ومالكش صالح بالنادي الاهلي عشان خاطر المشاكل. انت دايما لازم تعمل حوار وتعمل مشكله عشان خاطر كده. طلعت قبل كده قدام كابتن سيد عبد الحفيظ ما عرفتش ترد عليه او ما عرفتش تدخل معاه في الحوار، والناس كلها طلعت واتريقت عليه. ثالث يا كابتن احمد، خليك في النادي الزمالك ومالكش صالح بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي عارف طريقه كويس. تعالوا مع بعض بقى الخبر الغريب جدا، تعالوا مع بعض نسمع. الخبر اللي معانا بقى دلوقتي غريب جدا ومضحك جدا. هو ايه؟ احمد السيد زيزو. طبعا اتكلمنا في موضوع احمد السيد زيزو ده كتير قبل كده وفيديوهات كتير قبل كده، بس المره دي غريبه جدا. احمد السيد زيزو رفع شكوى لاتحاد الكوره ان هو ليه مستحقات عند نادي الزمالك. طبعا مستحقات احمد السيد زيزو قد ايه؟ 82 مليون. هل الزمالك يسكت او الزمالك يرد على الاتحاد ويقول لهم ان احمد السيد زيزو مثلا ليه 60 ليه 70؟ ما قالش كده. الزمالك قدم بشكوى ضد احمد السيد زيزو بيطالبوا ب 20 مليون جنيه. تعالوا مع بعض نشوف كده. تم تقديمها هو ان الزمالك عايز من اللاعب 20 مليون جنيه. 20 مليون ده جنيه. طبعا كان رد من بيان الزمالك ان الزمالك قدم شكوى ضد احمد السيد زيزو بيطالب ب 20 مليون جنيه. انا عايز اعرف ايه البجاحه كده او ايه يعني لاعب ليه عندكم 82 مليون انت جاي تقول 20 مليون بدل ما تروح لاتحاد الكوره وتقول ده ليه 60 مليون واحنا لينا 20 مليون؟ انت رايح تطلب من اللاعب 20 مليون. طيب انتوا لسه اصلا جايه لكم مشكله النهارده، مشكله ظاهره غريبه جدا اللي هو المدرب او اللي هو الفينا. طبعا النادي بتاع الفينا بعت لنادي الزمالك عشان يبعت اول دفعه للنادي، الزمالك ما بيردش عليه ولا بيرد عليه رسائل ولا بيرد عليه ايميلات ولا اتصال. فطبعا النادي راح باعت للفيفا قدم شكوى ضد نادي الزمالك. فيا ريت النادي الزمالك او يا ريت بص للمشاكل بتاعتك وبلاش تحط مشكلتك او تحط حياتك كلها على حته الارض اللي هي اتسحبت منك. اي حد دلوقتي بيتكلم بيقول نادي الزمالك ما فيهوش فلوس بسبب حته الارض. هل نادي الزمالك طول عمره مبني على حته الارض دي هي الوحيده اللي بتدخل لنادي الزمالك فلوس داخل النادي؟ ليه؟ مفيش العاب ثانيه؟ يعني مفيش اي دخل تاني؟ اكيد طبعا في دخل تاني لنادي الزمالك مش حته الارض اللي نادي الزمالك هيقف عليها. يا ريت نادي الزمالك يصحح اخطائه ويصحح مساراته وبلاش يحط لاعيبه الاهلي في جمله مفيده دايما بيحطها. رايح تطلب من لاعب 20 مليون وهو ليه عندك اصلا 82 مليون؟ يا عم شيل ال 20 مليون، يعني اللاعب اصلا لسه مداين نادي الزمالك ب 62 مليون. انت هتسد للاعب 62 مليون ليه؟ هل انت معتمد على حته الارض اللي هتستنى حته الارض دي ترجع لك عشان تبدا يدخل مستثمرين ويدخل ناس عشان يبداوا يدعموا نادي الزمالك؟ لا، يبقى كده في مشكله في الاداره ومشكله في النادي. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك عشان يوصل لك كل جديد.